يجري من أحداث جسام في عالمنا ونتاج صدفة؟ هذا السؤال الذي من السهل الإجابة عليه ظاهريا بالنفي، ولكن من الصعب إثبات ذلك، فبعض الأمور قد تحصل صدفة، ولكن ماذا عن باقي الأمور؟ دعوني أولا أرحب بكم متابعين الأحبة، فأنا من أجلكم يكتب قلمي، لذا كونوا من أجلنا سندا واشتركوا معنا في القناة مع بالغ الود. لو ذكرت بلدا كالمكسيك، أي صورة سترتسم في ذهنك عزيزي المتابع؟ رجل يرتدي قبعة وله شاربين كبيرين، أليس كذلك؟ وماذا عن اليابان؟ ترسم في أذهاننا بلاد التكنولوجيا والتقدم، والناس فيها يرتدون النظارات لكثرة ولعهم بالقراءة، رغم أن هذه المعلومة عن القراءة ليست دقيقة 100%، فكثير من الشعوب الأخرى تقرأ أكثر ربما من اليابانيين، إلا أنهم لا يرتدون النظارات. إذن نحن نملك صورة نمطية عن الأمور وأفكار مسبقة نقوم بإلباسها صفة العمومية على الشعوب والأمم وعلى الفئات والمجموعات. لعبة بيسبول، وتعني بالعربية كرة القاعدة. ألا يبدو هذا الاسم باللغة العربية مألوفا جدا؟ هذه الرياضة هي الأشهر والأكثر جماهيرية في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي الرياضة الوطنية لبلاد العم-سام. أغرب ما في هذه اللعبة وأنها ليس لها وقت محدد، رغم أنها مكونة من 9 أشواط، وهي إحدى أكثر الصور النمطية عن الولايات المتحدة الأمريكية، أليس كذلك؟ نعم بكل تأكيد. في سعي الولايات المتحدة الأمريكية للسيطرة على العالم بعد الحرب العالمية الثانية، لم يكن أمامها بعد انتصارها على اليابان وألمانيا مع الحلفاء سوى المنتصر الثاني، وهو الاتحاد السوفيتي الذي دخل في حرب باردة مع المارد الأمريكي استمرت نصف قرن. تخللت تلك الفترة عدة أزمات دولية، مثل أزمة حصار برلين والحرب الكورية وحرب فيتنام وأزمة الصواريخ الكوبية والتدخل السوفيتي في أفغانستان، والذي كان بمثابة المنعطف الأخضر بالنسبة لواشنطن، ومن خلاله بدأت تبني لها أكبر ملعب بيسبول على وجه الكرة الأرضية. وفي نهاية الحرب، وبعد أن نجحت الإطاحة بموسكو في أفغانستان، أرادت أن تظهر للعالم اختراعها الجديد ولعبتها الأكثر فتكاً، القاعدة. وهنا بدأ الشوط الأول. ففي 11 من أغسطس عام 1988 في اجتماع ضم المصري سيد إمام الشريف وأيمن الظواهري وعبد الله عزام مع أسامة بن لادن، اتفقوا على توظيف أموال بن لادن مع خبرة منظمة الجهاد الإسلامي ومواصلة القتال في مكان آخر بعد أن انسحب السوفيت من أفغانستان. ألا يبدو تاريخ التأسيس مألوفاً؟ 11 من أغسطس يساوي 11 من سبتمبر. استخدام الولايات المتحدة اسم القاعدة لم يكن صدفة، فلا مكان للصدفة في عالمنا أبداً. هي أرادت أن تلعب معنا أشواطها 9 في وقت مفتوح، وأرادت أن تخلق صورة نمطية للشعب الأمريكي أن القاعدة هي لعبتهم، وبها سيحققون غاياتهم لإخضاع الدول المارقة بحسب التعبير الأمريكي. عام 2001 في نيويورك، حدث تاريخي فسح المجال للولايات المتحدة أن تحتل الدول وتعربد في العالم كما تشاء، والمبرر هو مسرحية لعبة القاعدة، كرة هوائية تطيح ببرجي التجارة، إنهم يتقنون البيسبول، أليس كذلك؟ بعد
بعد التفجيرات الإرهابية، الإعلام ومما ركز عليه كرة بيسبول بين الأنقاض معروضة الآن في متحف البيسبول الوطني وقاعة المشاهير في كوبرستاون، رمزية رائعة ورسالة خفية لا يجيد فهمها إلا أصحاب العقول. ألا زلت لا تصدق؟ ديزني ما روعها من براءة وسحر وجمال، بوجودها كانت طفولتنا أجمل. ديزني هذه ليست ببريئة كما نظن للأسف الشديد، هي شركة بإخافة البشر وإرهابهم من حيث لا يدرك الكثير. من منا لا يعرف كيف تبدو راية الشرير في أفلام ديزني، وخصوصا راية القراصنة؟ هل تبدو مألوفة؟ أليس كذلك؟ هي تشبه علم من في هذه الفترة؟ الإجابة ليست صعبة، إنه علم داعش. نعم، وهذا يعني إن الشوط الثالث قد بدأ. حين يكبر الطفل ويرى علما أسودا يدعي الإسلام يذبح تحته الأبرياء، ألا يعني ذلك أن على الطفل أن يرسم صورة للإسلام لأنه دين دموي؟ حاشاه والعياذ بالله. نعم، من حقه، فإن كان من حقنا أن ننظر إلى المكسيكي على أنه يعتمر القبعة وذو شاربين عريضين، فكيف نلوم غيرنا بأن يرى الإسلام بصورة القراصنة وهو قد تغذى منذ طفولته على أن العلم الأسود يعني الشر؟ أليس هذا منطقيا؟ بما أن الكل يلعب مع الأمريكي لعبته المفضلة، فمن الممكن أن ينشئ الراعي الرسمي فرقا متعددة بغايات متعددة، ولا بد من أن يحظى الفريق الجديد باسم جذاب يحقق الغايات ويبعث برسائل خفية كاسم القاعدة. قبل 2003 حثت وزارة الخارجية الأمريكية موظفيها على تعلم اللغة العربية تمهيدا لاحتلال العراق، ولم تكتفي الوزارة بذلك فحسب، بل أنها وجهت موظفيها إلى تعلم اللهجات المحلية كاللهجة المصرية والعراقية وغيرها. لماذا برأيك تفعل الخارجية ذلك؟ سيتضح السبب لنا لاحقا. إدوارد سنودن، المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأمريكي، كشف أن الأخيرة وبالتعاون مع نظيرته البريطانية MI6 ومعهد الاستخبارات الإسرائيلي والمهمات الخاصة الموساد اتفقت على خلق تنظيم إرهابي قادر على استقطاب المتطرفين من جميع أنحاء العالم في مكان واحد، في عملية يرمز لها بعش الدبابير. وهنا اتضح لنا سبب تعلم اللهجات، فالأمريكي اختار اسما خفيا لأحد أبتك التنظيمات الإرهابية في التاريخ، واختير الاسم من بلاد المنظرين الأوائل للفكر التكفيري، إنها مصر، وباللهجة المصرية نطقت كلمة داعش، داعش الدبابير. إن أعجبكم هذا الفيديو يرجى الاشتراك في قناة شاين أونلاين ليصلك كل جديد ومفيد وممتع وحصري. شكرا لكم.